ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هنعمله النهارده صينيه بطاطس باللحمه المفرومه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جبت كيلو بطاطس وقورتها زي ما انتم شايفين كده. حتى الحاجات اللي بتطلع وانا بقورها كده دي مش هتترمى. البطاطس طبعا اللي هي الصغيره دي هتتصفى في مصفى لوحدها، تتغسل كويس تتصفى، والكميه بتاعتي هنقورها زي ما انتم شايفين. هكون مسبكه صلصه، ملح وفلفل اسمر وبس. ادينا صفينا البطاطس زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هجيب بقى ربع لحمه بتاعتي، وهنعمل بقى العصاج بتاعنا عادي. طبعا وانا بحمر البصله كده شويه، هنزل بالبطاطس بتاعتي في الطاسه، هقليها واحده واحده زي ما انتم شايفين كده. هقليها هقلبها لغايه لما تاخد اللون البامبي الحلو كده. طبعا مش هتفرق سواء بطاطس تحمير او بطاطس تانية، عشان في بطاطس للطبيخ وبطاطس للتحمير عادي ايا كانت. طبعا هنعمل بقى اللحمه بتاعتنا على الصاج زي ما انتم شايفين. التوابل بتاعتي بهارات لحمه، فلفل اسمر، ملح. هقلبها واسيبها بقى تستوي، واظبط بقى اللحمه المفرومه واسيبها بقى كده على نار كده بتاعتها. وهنا زي ما انتم شايفين بقلب البطاطس لغايه لما تاخد اللون الحلو بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هعمل الكميه بتاعتي واحده واحده زي ما انتم شايفين. طبعا البطاطس ديت بصوا مش قادره اقول لكم بتبقى طعمها جميل قوي. طبعا انا ابتديت اهو اطلعها، بصوا لونها بامبي ازاي عشان ما تتلسعش مني. لا تبقى بيضة ولا تبقى متحمرة قوي، يعني ايه في الوسط. هكمل بقية الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهروح اشوف بقى اللحمة المفرومة بتاعتي عملنا فيها ايه. ادي اللحمة اتعصجت تمام، هطفي عليها وهرجع تاني بعد ما شلت كمية البطاطس. بقى هنزل بالبطاطس اللي انا مطلعاها، اللي هي الحتت الصغنونة بتاعت مطرح تقوير البطاطس. هحمرها برضو هتاخد اللون البامبي. دي هتتفرش في الصينية زي ما انتم شايفين، وهحط عليها بقى ايه معلقتين 3 صلصة كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. وهنبتدي ان احنا نحشي اللحمه بتاعتنا، البطاطس بتاعتنا باللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين، وهرصها في الصينيه. وبعد ما ارصها في الصينيه الكميه كلها، هنبتدي ان احنا برضو نكمل الصلصه، نحطها من فوق الوش. هنشوف دلوقتي مع بعض. انا هحط الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين، وادي الصلصه بتاعتي من فوق الوش. طبعا ديت هكون مشغله الفرن بتاعي، هدخلها على الفرن على طول، تاخد بقى اللون بتاعها الحلو. هي طبعا هتستنى في الفرن تحت شويه قيمه ربع ساعه. وبعد كده الشوايه بتاعتي زي ما انتم شايفين، احلى صينيه بطاطس باللحمه المفرومه. طريقه سهله وبسيطه وطعمها روعه. طبعا رمضان عايز التجديد على طول، وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.